السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. تحية طيبة لكل المشاهدين والمشاهدات. أول حاجة نمشيو مباشرة نتعرفوا معكم على أبرز العناوين اللي غادي نطرقوا لها خلال هذا الفيديو. شركة بوما تسيء للمغاربة ومطالب قوية بفسخ عقدها بعد استفزازها لوحدتنا الترابية. وأخيرا الجامعة تعصف بالكاف وتفتح ملف الطاس. أول حاجة عواشركم مبروكة، والله يجعل ربي يدخل عليكم هاد رمضان بالصحة بالعافية، بطول العمر وبكل ما تمنيتم. فكنتمنى من جميع المشاهدين والمشاهدات المحبين لهذه القناة، فكنتمنى إذا شاهدتوا هذا الفيديو فما تبخلوش علينا بواحد لايك، اشتركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد متعلق بالمنتخبات الوطنية. فشكرا جزيلا لكم. أول حاجة خليني نبدا معكم بهذا الملف، وخليني نبدا معكم بهذا الخبر اللي توصلنا به قبل قليل، هو أنه أكدت مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن القسم القانوني بدأ فعليا في تجهيز ملف تكميلي سيتم وضعه لدى محكمة التحكيم الرياضية الطاس الجديد، هو إدراج التعديلات القانونية التي أقرها الكاف كدليل إدانة ضد الاتحاد الأفريقي، معتبرين أن القرار قوانين جديدة هو اعتراف رسمي بوجود فراغ قانوني تم استغلاله ضد المغرب في النهائي. إذن الحمد لله اليوم مصادر تؤكد لنا هذا الخبر، لأنه الجامعة غادة تفتح الملف ديال محكمة التحكيم الرياضية بالطاس بلوزان بسويسرا. وطبعا كما جاء في هذا المصدر فالجامعة طبعا دارت واحد الملف تكميلي، حتى الأقوال ديال رئيس لجنة الحكام فهي دخلوها في الملف، لأنه كما تعرفون فالتصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس لجنة الحكام فغتكون عندها واحد الدور كبير بخصوص أنها تنصف المغرب. نتمنى لأننا ناخذ الحق ديالنا، وكلكم كتعرفوا لأنه رحنا مشينا أبعد نقطة، مشينا حتى لجنة الاستئناف في الكاف ووعدنا السيك باتريس موتسيبي على أنه غادي يدير اجتماع طارئ في دار السلام بتنزانيا، وما شفنا والو. فقط شفنا على أنه هذا الاجتماع غابوا منه 9 ديال الأعضاء ديال المكتب التنفيذي للكونفدرالية. فتخيل معايا كيفاش بغيتي اجتماع يغيبوا منه 9 ديال الأعضاء بما فيهم النائب ديال رئيس الكونفدرالية اللي هو السيد فوزي القجع. هنا كاين واحد علامة استفهام كبرى في دواليب الاتحاد الافريقي، مع العلم وانه الحق ديالنا راه ما غناخذوش في افريقيا، بالعكس لوزان بسويسرا او محكمة التحكيم الرياضية طاس فهي اللي غتعطينا القرار، وهي اللي غتشوف بحنكة وغتقرا الملف بشكل اساسي. وان شاء الله ما بعد 3 اشهر فغادي يخرج القرار، غادي يخرج قرار اما غادي ينصف المغرب او لربما غنشوفوا شي اشياء اخرى. لكن عندي كل ثقه لانه الجامعه دايره واحد الملف تكميلي، ملف رائع جدا، ملف اللي يمكن على انه قوي، وان شاء الله كنتمنى التوفيق بالنسبه للمغاربه بخصوص هذا الملف. اذا كلكم شفتوا القصه وكذلك الشركه ديال بوما التي اساءت للمغاربه بعد استفزازها للوحده الترابيه ديالنا. اذا كما تعلمون القصه فكتبدا سيدي من اللي قررت شركه بوما باش تصاوب بطلب من اداره مارسيليا قميص ترويجي لفريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي في افريقيا. وطبعا بسبب المحدوديه الافكار ديالها فاختارت باش تزوق هذا القميص بخريطه 54 دوله افريقيه. وحتى هنا مزيان، ما عندنا حتى شي مشكل من شركه بوما لانها تزوق القميص ب 54 خريطه افريقيه.
ولكن المشكل فين كيبقى؟ المشكل ملي وصلت الخريطة ديال المغرب بلا حشمة بلا حية، فحيدت المغرب من صحرائه بخط وهمي كما نشاهد معكم في هذه الصورة. وحنا كلكم كتعرفوا لأنه قرينا الفاتحة نهار 31 أكتوبر بعد القرار الأممي التاريخي اللي كيدعم سيادة المغرب على صحرائه، وكأنها شركة بوما تريد إخبارنا بأنها تخدم أجندة معادية للمغرب. اليوم مطالب مغربية، مطالب قوية، مطالب عدد كبير من المغاربة يطالبون بفسخ عقد هذه الشركة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. لا سيما هو أنه هذه الشركة شركة بوما فحققت أرقام، فحققت أرباح قياسية من مبيعات منتوج المنتخب الوطني المغربي. إذا هنا خاصنا ضروري نتحركوا، خاصها ضروري تكون واحد اللفتة، خاصها ضروري تكون واحد القرار. كنتمنى من الجامعة على أنه دير واحد التحرك رسمي، لأن هادشي ما نقبلوش تجي مثلا شركة ديال بوما اللي عندنا حنا معها علاقة واللي حققت على ظهرنا أرباح قياسية، فما تجيش وتستهزئ بالمغاربة بخصوص هذه الخريطة. فعيب وعار. كلكم كتعرفوا القرار الأممي السائد على اللي صدر في 31 أكتوبر، كلكم كتعرفوا لأنه 31 أكتوبر فغيبقى يوم تاريخي بالنسبة للمغاربة. فكلكم كتعرفوا على أنه القرار الأممي التاريخي كيدعم سيادة المغرب على الصحراء ديالو، وحنا كل عام غنبقاو نحتفلوا بهذا النهار بهذا التاريخ. فلهذا فكنتمنى من الجامعة لأنه تخرج بواحد البيان، بواحد القرار، بواحد شيء مهم، دير شي حاجة. لأنه إلا مشينا وشركة بوما فكنوعدكم لأنه غتخرج شي حوايج آخرين، لهذا خصنا نوقفوها عند حدها لأنه عندنا علاقة معها، وبالتالي خصنا ضروري أننا نديروا شي تحرك قبل ما تكون شي حاجة أخرى. وقبل طبعا عندنا معها شراكة اللي غتكون في المونديال ديال 2026، فبالتالي ضروري أنه يكون شي تحرك رسمي باش هاد الشيء ما يتعاودش يتكرر من شركة اللي يمكن لأنه كما قلت لكم حققت أرباح قياسية من منتوجات المنتخب الوطني المغربي. فنتمنى لأنه إن شاء الله خلال الاستحقاقات المقبلة أو الحلقات ديالنا المقبلة نقربكم أكثر من المنتخب المغربي المقبل على مغامرة قوية، مغامرة بدءا من مباراة مارس أو معسكر مارس، مباراة ديال إكوادور والباراغواي. طبعا اليوم اللجنة المنظمة تتقول لك على أنه غادي يكون جمهور رهيب جدا. تخيل معايا 5 سوايع حققت 23,000 تذكرة، هادشي غير 5 سوايع. فبالتالي غنشوفوا الملعب ديال مدريد ببوليتانو فغيكون ممتلئ عن بكرة أبيه، لأنه كلشي كيعشق المنتخب المغربي رغم أنه خسرنا نهائي كأس إفريقيا. ولكن كنواعدكم إن شاء الله الحق ديالنا غادي نجيبوه من محكمة التحكيم الرياضية بلوزان بسويسرا. فالشكر موصول لكل المشاهدين، فغادي نتلاقى إن شاء الله بكم في حلقة أخرى تخص كل ما يدور في الكواليس.